هل فعلا دبي فيها منافسة شرسة ولا الحوار عادي جدا والناس معوراها؟ معاكم محمد خالد والشغوف فتاة. اهلا، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم تمام. موضوع النهارده في الحلقه بتاعتنا ان هل فعلا دبي المنافسه فيها فعلا شرسه، وهل فعلا الحوار فعلا بيبقى صعب عشان واحد يلاقي شغل، ولا الدنيا سهله والناس فعلا مقفره الموضوع. الموضوع بتاعنا النهارده هنتكلم فيه عن طريق ان احنا هنوضح كده مثال معين، او هنوضح مثلا بفكره معينه، والفكره دي هي اللي هيتوضح بيها كل حاجه. بص يا سيدي، تخيل كده معايا ان انت صاحب شركه. اوكي، انت صاحب شركه هنا في دبي، وانت دلوقتي نزلت مثلا اعلان لوظيفه معينه. الوظيفه دي لقيت مثلا ان في ثلاثه بيقدموا عليها. اول واحد هو واحد عربي، ثاني واحد هو واحد جاي من اوروبا او امريكا، وثالث واحد هو واحد مثلا جاي من دول شرق اسيا، هند، باكستان او ايا يعني. تمام تمام، دي مش نكته يعني، دي قصه بجد. تمام. انت دلوقتي معاك الثلاثه دول. اول واحد جالك اللي هو الشخص العربي ده، هو جاي متخرج من جامعه عربيه، سواء بقى ايا يكن هي الجامعه دي، بس هي جامعه عربيه. يعتبر اللغات اللي معاه، في ناس معاها مثلا اللغه بتاعتها العربي، في ناس معاها الانجليزي، يعني في ناس بيكون بالطبيعه بتاعتها مثلا زي الجزائر وتونس والدول دي بيكون معاها مثلا شويه فرنساوي. تمام تمام. في الحين طبعا الناحيه الثانيه عندك الشخص الاجنبي اللي جاي، ده واحد خريج من جامعه مثلا عالميه، الترتيب بتاعها ترتيب عالمي، سواء بقى في اوروبا او في امريكا. طبعا التعليم بتاعه مش محتاج لا غبار عليه، فبالتالي هو جاي اصلا معاه خبره كويسه. في نفس الوقت كمان يا جماعه اللغه بتاعته هي اصلا اللغه هي لغه اصلا، هو جاي اصلا من اوروبا او امريكا، فهو اصلا اوريدي هو معاه اللغه، مش محتاج ياخد كورسات ليها او مش محتاج شهاده تثبت ده. ثالث واحد يا جماعه وهي فكره دول شرق اسيا، دول يعتبروا ناس جاي ايا يكن بقى، هو يعتبر متعلم في جامعه مثلا ممكن تكون اقل شويه من الجامعات العربيه، بس الفكره ان هو يعتبر جاي برده معاه شهاده. تعال نشوف برده حاجه تانيه. الفكره برده ان انت مثلا عندك واحد زي واحد عربي، هو جاي معتمد على انه جاي دوله عربيه، معتمد على ان من طبيعه الشغل بتاعته ان الدنيا هتكون يعتبر الشغل كويس والدنيا لذيذه. لو طلبت منه شغل زياده او طلبت منه حاجات مش شغله، ممكن يتناقش معاك شويه فيها، وممكن مثلا ناس منهم ممكن تجادلك شويه ويقول لك مثلا الشغل ده مش بتاعي، او انا مش هقعد وقت زياده، او ايا يكن. الشخص التاني هو شخص بيكون شخص اجنبي، ده يعتبر بيكون الى حد ما بيقول لك والله انا همشي معاك بكونتراكت او همشي معاك بعقد، وكل حاجه تكون رسمي، فلازم احنا لو هنشتغل مع بعض لو هتديني شغل زياده، فانا مش هقدر اشتغل معاك غير لما تحاسبني بعدد ساعات زياده. في حين ان الشخص الثالث اللي هو جاي يعتبر من دول اسيا او دول شرق اسيا، فالشخص ده بيكون جاي، هو لو انت قلت له اي حاجه يخش يشتغلها، شغله مش شغله، قلت له والله انزل مش عارف اعمل لي ايه، روح اعمل لي ايه، اطلع لي مشوار على فين، مش هيقول لك اي حاجه، هيقول لك يلا بينا وهيروح على طول من غير ما يتكلم. ليه؟ لانه هو ميت على الشغلانه. فدلوقتي يا جماعه لو كده بصينا كده بشكل عام، هتلاقي ان في فرق واضح ما بين الثلاث اشخاص دول، او ما بين كل واحد من دول والبيئه اللي هو جاي منها. طب تعالوا كده نرجع بقى ونشوف الحوار ده بيقول ايه. الكلام ده بيقول لك ان دبي فيها منافسه، بس المنافسه دي ليها مزايا وليها عيوب لكل طرف من الثلاث اطراف دول. كل طرف هتلاقي فيه فعلا النقط دي بيستفاد منها، وفي حاجات فعلا ما بيعرفش يستفاد منها. يعني بمعنى لو جينا نتكلم مثلا على شركه هنا عربيه، معظم الناس اللي شغاله فيها ناس عرب، ومعظم الكلاينتس ومعظم العملاء اللي هم بيتعاملوا معاهم عرب، فبالنسبه لهم اما يجي يجيبوا واحد عربي يكون فعلا يقدر يندمج مع التيم ويعرف يطلع شغل كويس معاهم، فبالتالي هتكون العربي هنا ليه بوينت على الطرفين التانيين. طبعا في شركات تانية مثلا لو الشركه كلها طبعا اجنبيه، فبالتالي مثلا هتوفر بالنسبه لها حد اجنبي هيعرف يندمج اكتر مع التيم، وهي طبعا لو العملاء بتوعهم كلهم اجانب، فبالنسبه لها هتكون واثقه في الشخص الاجنبي اكتر. وهكذا برضو لشرق اسيا او دول اسيا، كل طرف برضو هينحاز للطرف بتاعه. في نفس الوقت برضو يا جماعه ان في حاجات برضو بتميز كل واحد من دول. في شركات بتقول لك لا انا عايز واحد يجي يشتغل معايا، مهما اقول له ومهما اعمل له ما يجيش يقعد يجادل معايا ولا يتكلم معايا، فبالتالي في شركات بترشح مثلا بتوع اسيا. في نفس الحين مثلا في تاني شركات بتقول لك لا انا مش عايز حد يجي يقعد يتكلم معايا يقول لي انا عايز مثلا سالري يكون مثلا بيوازن الدولار او اليورو، لو جاي مثلا من اوروبا او امريكا هيقول لك انا عايز سالري يكون بيوازن الدول دي او الدوله اللي انا جاي منها. فبالتالي في شركات بتقول لك لا انا هبعد عن الاجنبي، لانه هيتكلم معايا في سالري اعلى، وهيتكلم معايا في كونتراكت ورسمي، ومش عارف انا هتكلم معاه في وقت زياده، وهيكون بالنسبه لي هدخل معاه في جدال كتير. فيقول لك لا انا هركز مع العربي او اركز مع حد من اسيا. فالفكره يا جماعه اللي انا بتكلم فيها ان المنافسه دي
فيها مزايا وفيها عيوب. بس حابب اوضح حاجه، اللي انا حابب اوضحه هنا واللي انا حابب اقوله ان انت لو انت معاك سي في كويس ومعاك بورتفوليو كويس ومعاك خبره كويسه، فانت فكره المنافسه دي مش هتاثر معاك. يعني بمعنى ان لو الشركه فعلا شركه، سواء بقى هي شركه كبيره او ايا يكن، الشركه منزله اعلان وعايزه حد يكون خبره في مجال معين ويكون بيعرف يعمل شغله في احسن شكل ممكن، فانت لو انت عندك فعلا خبره في المجال ده والسي في بتاعك والشغل بتاعك بيقول ده، فانت يعتبر هتاخد بوينت كويسه جدا. ايا يكن بقى الشركه توجهاتها ايه، ثقافتها ايه، مين الناس اللي شغاله، مين الكلاينتس بتوعها، مش مهم ما دام الشركه شايفه ان انت فعلا شخص مناسب لده. فاهم حاجه واول حاجه تشتغل عليها انك تشتغل على نفسك. ما تبصش للمنافسين بتوعك وتقول والله اصل انا رحت قدمت في شركه اجنبيه فمش هيبصوا لي، او قدمت في شركه مثلا الاداره بتاعتها خاصه بشرق اسيا فبرضه مش هيبصوا لي. لو انت السي في بتاعك فعلا كويس ومعاك خبره كويسه وفعلا الاعلان اللي نازل ده هو موصوف عليك، فانت يعتبر هتاخد بوينت كويسه ووقتها فعلا الشركه هتتواصل معاك. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص. حبينا نوضح فيه ان فعلا في منافسه موجوده، بس المنافسه ممكن تكون عادي موجوده في اماكن كتير. كل اللي عليك بس ان انت تشتغل على نفسك وتظبط السي في بتاعك وتظبط الخبرات بتاعتك عشان تعرف تلاقي فرصه كويسه، وعشان تعرف في المنافسه دي تعرف تثبت نفسك. الى هنا يعتبر يكون الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط. يعني طبعا ما تنساش طبعا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. كان معكم محمد خالد والشوفتية.